إلى 10 نقاط ما بين الريال أولا والبرشا ثانيا. إذا ما حقق كريستيانو رونالدو ورفاقه الفوز اليوم مع إيكر كازياس مع الفريق القادم من مدينة فالنسيا، عاد شعاره مثل شعار برشلونة، قريب من برشلونة. واحنا نشاهد الآن الداهية والتصفيق. انت يا اخي شوف الحب وشوف التقدير وشوف الابتسامات وشوف العناق وشوف الرجل هذا ما ممكن يمشي في اي مكان في مدريد، اللي هو روبرتو كارلوس. لا يمكن ان يتحرك في مدريد الا بالتحية والتصفيق الحار. هنا وقفت كل الجماهير محية ومرحبة، اولهم السيد فلورنتو بيريز الذي يقدم هدية تذكارية للداهية الكبير روبرتو كارلوس اللي مزين ملعب سانتياغو برنابو. الآن الداهية وصل إلى سن 38 سنة، لكن في سجله 4 ليغا مع ريال مدريد، في سجله 3 دوري أبطال مع ريال مدريد، في سجله 11 سنة وهو يرتدي قميص الفريق الملكي، في سجله 370 مباراة في الليغا، وفي سجله 46 هدف. وياهي القدم اليسرى لعبت هنا في هذا الملعب وسجلت الأهداف في هذا الملعب ومختلف الملاعب. انها التقدير، انها التحية الكبيرة للكبير اللي هو افضل ظهير على مر العصور، انه روبرتو كارلوس. الان هو في مدريد بكل حفاوة وبكل حب وبكل تقدير. روبرتو كارلوس يزين ملعب سانتياغو برنابو قبل ان تبدأ المباراة. بردان هو لان الجو في مدريد بارد، حوالي درجة واحدة الان درجة الحرارة، لكن الجماهير حاضرة، والجماهير التي اتتها الاخبار السعيدة من بامبلون